هاي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو النهارده انا جايه ارسم معاكم ايلاينر، بمناسبه ان انا نزلت كذا فيديو قبل كده على رسمه الايلاينر، بس كل مره برسم فيه رسمه اجدد من التانية او رسمه مختلفه، بحيث انه مش عارف يرسم دي. فالنهارده هنجيب رسمه جديده خالص. فيلا بينا مع بعض نبدا الفيديو ونشوف ايه هي رسمه الايلاينر. هنعمل ايلاينر النهارده بوينج، مش هنعمل حاجه بسيطه، هنعمل واحد بوينج كده. فيلا بينا مع بعض نبدا الفيديو. يبقى اول حاجه اهو احنا كده مش راسمين اي حاجه ولسه هنرسم مع بعض. انا مش هعرف ارسم قدام الكاميرا بالظبط، فانا هروح اعمل مثلا حاجه وبعدين ارجع لكم تاني. بس اول حاجه عايزه اوريها لكم ان انا بستخدم الانوار المجهول المصدر ده. النور ده انت ممكن تجيبيه من اي حته وهتلاقيه سعره عبيط جدا. مش فاكره كان عامل 25 30 جنيه، يعني انا كنت بجيبه الاول ب 10 جنيه، بس هو دلوقتي غالي شويه، فب 25 30 جنيه. بس عايزه اقول لكم جميل جدا جدا. يعني انا جربت براندات ما كانتش بنفس بتاع المجهول المصدر ده. بيقعد في العين وخفيف وانتي بتمسحيه، يعني لو انتي راسمه حاجه غلط وعايزه تمسحيه على طول هيمسح معاكي على طول، هيبقى خفيف جدا وحلو قوي في العين. فيلا بينا مع بعض نرسم البتاع. طيب انا كده عملت طبعا ما تستغربوش ان الخط طويل، بس احنا مجرد ما بنكمل الرسمه وبنقفل الوينج هو ما بيبانش خالص. فانا كده عملت الخط، هقفل الوينج وهجيلكوا تاني. طيب انا كده يا دوب رسمت الخط اهو، رسمت خط الايلاينر وكملته لغايه اول عيني اهو. انا بحاول اوريهولكم بقدر ما يمكن. بصوا بقى الرسمه تحفه، مقلتش اي حاجه، احنا يا دوب سحبنا اللاين وقفلنا اللاين كده اهو. هحاول اوضح لكم اكتر في العين التانية. بس بصوا بقى الرسمه بعد ما عملناها تحفه تحفه وبسيطه جدا وبقلنا رخيص، مش حاجه غاليه ومش حاجه براند. وعايزه اقول لكم هيفضل ثابت كده لغايه لما انت تيجي تمسحيه بالليل، وهيمسح معاكي بكل سهوله. يبقى انا بعد كده هنا عملت اللاين التاني اهو. طبعا احنا كده بنبص عليه نحس ان اللاين معاق، بس هو مش معاق ولا حاجه، احنا هنظبطه دلوقتي ونحس ان هو مش معاق ولا اي حاجه، يعني ده هيبقى بيتهيألي احنا. بعد كده هقفل اللاين. انا بس مش هعمل اي حاجه، بس انا بجد مش هعرف اعمل في الكاميرا خالص. يا دوب انا هقفل اللاين كده، بس هقفله بسرعه واجيلكوا على طول على طول. طيب بعد كده انا عملت اهو. طبعا احنا نحس ان هو متبهدل لسه، لان احنا ولا قفلناه ولا ظبطناه، حتى بص تحس ان دي قفله اكتر من دي، بس هي مش قفله لان انا لسه مظبطوش، انا يا دوب قفلته بس هظبطه بقى واكمل باقي العين وهاجيلكوا تاني. بعد كده انا خلصت. بصوا سهله جدا مفيش اي حاجه. بصوا اهو. بعد كده بقى عشان نكمل الرسمه بتاعتنا انا هحط كحل، وهوريكم بقى بعد ما ترسمي. انا لو تحطي الكحل الموضوع هيبقى في حته تانية خالص. بصوا كده حطينا على النار وحطينا كحل تحفه. الرسمه سهله جدا ومفيهاش اي حاجه، انت يا دوب سحبتي لاين وقفلناه بس، مفيهوش اي حاجه تانية خالص. بتهيألي دي ابسط رسمه انت ممكن تجربي ترسمي بيها. بصوا اللاينر هوريلك على قد ما اقدر، بس دي ابسط واسهل رسمه انت ممكن ترسمي بيها لاينر. انت يا دوب سحبتي لاين وظبطتيه وعملتيه اهو بس كده. هحاول كل مره ان انا انزل لكم فكر افكار جديده، ومره بنستخدم وسائل اخرى ومره لا. انا كده خلصت الفيديو بتاعي النهارده، ويا رب تكونوا استفدتوا، واشوفكم في فيديو تاني وجديد.